وهذه الدنيا دار تعب ومكد، لا دار سعادة وأنس الأبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالسلام والسعادة الأبدية إنما هي في الجنان العلية لا في الدنيا الدنية، وهي دار امتحان وابتلاء لا دار نعيم دائم وجزاء. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن الله سبحانه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب، ويبتلي عباده سبحانه بأنواع البلاء. وفي الحديث ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رضينا بالله ربا. فانظر إلى كل بلاء في حياتك إنما هو رحمة منه لك ورفعة منه إليك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الابتلاء في حياتك، صغر أو كبر، قل أو كثر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص كلي أو جزئي أو مؤقت أو دائم، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين. من هم الصابرين يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، الدنيا كلها زائلة ومردنا إلى الله. وقبل هذه الآيات استعينوا بالصبر والصلاة، فالمطلوب منا مع أي مصيبة الصبر وليس الضجر، والفرار بالصلاة إلى الخالق لا كثرة التشكي والكلام إلى المخلوق. ابن حزم يقول وطن نفسك على ما تكره يقل همك إذا أتاك. ولا يترك الإنسان المصالح المتحققة من أجل المفاسد المتوهمة. وليس المعنى أن يتعرض الإنسان للبلاء، لا،